يا صباح السعادة. هنعمل مع بعض النهاردة عيش أبيض أو شامي ب5 كوبايات دقيق، وهنعمله بطريقة سهلة وهنسويه بطريقة أسهل وهنعجنه باللبن. ويا رب الطريقة تعجبكم. بس الأول نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف المقادير والطريقة على طول. انا هبدأ معاكم بالمقادير الجافة على طول. معايا هنا 5 كوبايات دقيق نخلاهم كويس، وهحط عليهم نص معلقة ملح صغننين، ومعاها معلقة سكر كبيرة علشان يلون معانا. نزود كده كمان. ومعايا هنا كيس خميرة جافة فورية هضيفه عليها، وكل ده هقلبه. كل ده هيتقلب كويس. الاول هخلط كل المقادير الجافه دي مع بعض اهي. خلاص كده اتقلبت تمام. هنجيب بقى المقادير السايله اللي هقول لكم عليها علشان نعجن العيش الشامي معاكم. معايا هنا بقى المقادير السايله. انا هضيف 1.5 كوبايه لبن، وهبتدي ألم في العجينة. وطبعا كل دقيق بيختلف من نوع لنوع. هنضيف السوائل جزء جزء. نص كوباية تاني اهو تمام. انا هبتدي اعجن بقى بايديا، ولما العجينة تتلم معايا هنضيف لها 3 معالق زيت، بس يكون زيت نضيف حلو يعني. وهنكمل مع بعض ان شاء الله. انا عجنت هنا العجينه وبقت جاهزه تمام. فاضل لي بس الزيت هضيفه عليها، ويا ريت يكون زيت نوع نضيف اهو. وهعجن تاني وهدخل كل الزيت اللي انا حطيته دوا مع العجينه. العجينه ما شاء الله يعني مخدومه كويس، وعجنينها باللبن، وهتبقى يعني ما شاء الله. هدخل كل مقدار الزيت جوه العجينه، وهنشوف مع بعض باقي الطريقه. خلاص معايا هنا كده العجينه شربت كل مقدار الزيت اللي انا حطيته، وبقت ما شاء الله يعني مفيش احسن من كده. انا بقى هقوم لماها في الطبق، وهحط عليها شويه زيت تاني علشان ما تقشرش مننا. نغطيها بالزيت كده اهي، وهنغطيها بقى بالفوطه لغايه لما تخمر، ونعمل مع بعض العيش ان شاء الله. ما شاء الله العيش خمر معانا وبقى زي الفل. هنديله بقى ايه، هنلمه كده والبوكس التمام اهو كده. بعد كده بقى ايه هنقطعه ونكوره علشان نعمله ونفرده ونعمله العيش اللي بنعمله. انا علشان اسهل تقطيع العيش ويبقى كله مقدار واحد، فردت العيش العجينة اسطوانة، وبعد كده قطعتها على 5 مستطيلات رفيعين. وبعد كده قسمتهم برضو كل مستطيل 6 قطع علشان يبقى معانا المقدار متساوي. هيبقى معانا هنا اهو كده. اقوم انا واخداه كده كل الرغيف كده كده اهو اهو كده، واكوره كده وانزل بيه على صينيه فرداها دقيق. واللي بعديها برضو ده هيسهل عليكي، وهيبقى كل مقدار العيش متساوي كده واللي بعديها برضو اهي.
هكمل كل المقدار والكمية مع بعض، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. خلاص خلصت تقطيع الكمية كلها، وعملت لنا ما شاء الله اكتر من العدد اللي انا قلته في الاول، طلع 33 رغيف ان شاء الله. هسيبها بس 5 دقايق تريح العجينة تاني، وهبدأ في الفرد مع بعض. طبعا هنغطيها علشان ما تعملش طبقة او قشرة في العيش ويبقى شكله مش كويس. انا ابتديت في فرد العجين، وباخد رغيف رغيف طبعا وبغطيها على طول عشان ما يعملش قشر معانا. ومعايا هنا طبق فيه دقيق هغلفها بيها اهي كده بالدقيق، غلفتها وهحطها على الصينيه كده. هفرد الاول بايدي وبعد كده على طول مره بالطول ومره بالعرض، لما الرغيف يتفرد بالحجم والمقاس اللي انا عايزاه. ومش هنفرده قوي، يبقى نسيبه كده تخين شويه علشان طبعا يتنفخ معانا ويبقى كويس. احنا طبعا عاملين الحجم الصغير مش الكبير اهو معايا، لسهولة بقى ان انا بعد ما بنسيبه بيخمر. طيب عشان اشيله بسهولة انا معايا هنا المناديل، وهشيل الرغيف بسهولة كده وهحطه عليها. هيبقى معايا هنا علشان لما اجي اسوي بعد ما يتخمر طبعا مش هعرف اشيله او احركه بسهولة. بالمنديل هشيله على طول واحطه على الجريلا اللي هنسوي عليها، وهنحطه على طول وناخد واحد غيره ونعمل نفس اللي احنا عملناه اهو كده. نغلفها في الدقيق اهي ونبططها اهي، منتهى السهولة، مش هياخد منك حاجة، في ثواني هتخلصي الكمية كلها وهتسوي برضو على طول. وهوريك الطريقة السهلة في التسوية برضو، مش هتاخد منك وقت وهتسوي كمية كبيرة في نفس الوقت مع بعض، مرة بالطول ومرة بالعرض عشان الرغيف يطلع مدور معانا اهو كده. هجيب المنديل اهو واحط عليه الرغيف وهحطه على الصينية اللي بفرد عليها علشان لما يخمر انقله بسهولة. هكمل بقية الكمية وهنشوف ان شاء الله التسوية مع بعض. ما شاء الله خلصت فرد الكمية كلها، وفي كمان صينيتين كمان فرد عليهم بقية العيش، وهسيبه بس 10 دقايق يكمل خمران بتاعه، وبعد كده هنجيب الحلة اللي هنسوي فيها ان شاء الله. العيش ما شاء الله خمر معايا اهو بقى جاهز، وانا قلت لكم مش هنسويه لا في الطاسه ولا في فرن البوتاجاز. انا معايا هنا حله البيتزا مخصوصه للمعجنات، بعمل فيها كل حاجه، بعمل فيها البيتزا وبعمل فيها الفطير المشلتت او العيش، كل المعجنات انا بعملها فيها. ولو عايزه تستخدميها تشوي عليها بانيه او اي خضار انت عايزاه، بس انا صراحه سايباها للمعجنات وبس. هنسوي دلوقتي على الحلة اللي انتوا شايفينها دي، وهنشوف طريقة التسوية مع بعض. ما شاء الله انا ابتديت في التسوية وما شاء الله ابتدى يرتفع معانا في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين كده اهو. ما شاء الله العيش بيرتفع معانا ازاي، الله العيش بيتسوى في ثواني. يعني انا قربت اخلص كل الكمية ما خدوش في ايدي 5 دقايق في التسوية. شايفين ما شاء الله الرغيف بيرتفع ازاي وجميل. بص كده ما شاء الله يعني 100 100. بسم الله ما شاء الله خلصت تسوية الكمية اللي انتوا شايفينها دي بجد في اقل من 5 دقايق، والعيش طالع معاكي الله اكبر. يعني
يعني لو شفتي كده فتحناه معاكي، بصي بصي، احلى عيش ممكن تاكليه وتعمليه في السندوتشات، فطار الصبح، في العشاء، تاخديه معاكي في رحلة، في مصيف، في اي مكان. اسهل حاجة ممكن تعمليها في البيت هو العيش. يا رب الطريقة تعجبكم. بحبكم في الله.